أخيرا انتهت صفقة الشؤم والندامة اللي خرجت من تونس ووصلت المجر بطيارة بسرعة البرق، وجاء للنادي الأهلي على ظهر السلحفاة العملاقة اللي بتزن وزنها 300 كيلو جرام. عشان كده لو تلاحظ اللي انتوا شايفينه في الفيديو أمام حضراتكم دي صورة حصرية من فجر اليوم، وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي هو ذاهب للمجر بالفعل علشان يأتينا ببن رمضان اللاعب التونسي اللي ما جابتوش ولاده. الصفقة اللي نجحت واللي فشلت أكثر من مليون مرة عند كل جمهور النادي الأهلي وجمهور الترجي التونسي. عايز أقول لك كمشجع للنادي الأهلي وكمشجع لفريق الترجي التونسي إن هذه الصفقة هتشهد صياح وضجة لم تشهدها كرة القدم العربية وليس المصرية ولا التونسية فقط. طبعا كلكم تابعتوا صفقة انتقال إمام عاشور من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي، نفس الكلام بينطبق على بن رمضان. خلاص النادي الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع المعاصلة وموهبة البافانا نجم منتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو. يمكن ده كان السبب الرئيسي في تأخير النادي الأهلي تعاقده مع الموهبة التونسية محمد علي بن رمضان. النادي الأهلي توصل لاتفاق مع أكثر من نادي سواء فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وكذلك فريق الوداد المغربي. جمهور الوداد المغربي وفريق الوداد يستفيد من بيرسي تاو، وكذلك النادي الأهلي أيضا هيستفيد من وراه من خلال ان هو يفضي مكان لاعب أجنبي، وبالتالي النادي الأهلي بشكل علني خلاص كلها ساعات والنادي الأهلي هيعلن عن الصفقة التونسية اللي هتهز عرش أفريقيا والدولتين دول بالتحديد سواء كنت بتتكلم عن مصر أو تونس. جمهور النادي الأهلي اللي هينتظر وهيشاهد ردة فعل كل جمهور الترجي التونسي وصياحه بعد ما النادي الأهلي يفعل كما فعل مع النجم المغربي أشرف داري. كل جمهور الوداد المغربي كان في صدمة حرفية، خلاص كلها ساعات وهتشوف حالة عزة وصدمة وحالة هستيريا وهتصيب كل جمهور الترجي التونسي لما يشوفوا محمد علي بن رمضان. كل أمانة الترجي التونسي هو اللي صعده من قطاعات الناشئين وخلاه لاعب ونجمه وظهر وبرزوا لكل الأندية الأوروبية وكذلك الأفريقية. في النهاية يرتدي قميص النادي الأهلي اللي من وجهة نظر جمهور الترجي التونسي النادي الأهلي بينافس الترجي، وبالتالي انت خنت العهد والأمانة، لأن كل جمهور الترجي التونسي كان متوقع ان محمد علي بن رمضان لما يرجع لأفريقيا مرة أخرى هيرجع من بوابة فريق الترجي التونسي وليس من بوابه النادي الاهلي المصري، اللي بالمناسبه ما فيش مشجع ترجاوي بيحب النادي الاهلي، لان كلنا عارفين ان الترجي التونسي تاريخه سيء مع النادي الاهلي في ظل الارقام القياسيه اللي عاملها النادي الاهلي في تونس، النتائج المميزه والاكثر من رائعه اللي عاملها النادي الاهلي على الانديه التونسيه سواء النجم الساحلي والصفاقسي التونسي وبالتحديد الترجي التونسي، وعقدة نهائي افريقيا 2012 والعديد من المباريات والنهائيات اللي خسرها الترجي التونسي من النادي الاهلي. علشان كده جمهور الترجي التونسي مش قادر يتقبل، مش قادر يستوعب، مش قادر يتحمل ان هو يشوف محمد علي بن رمضان اللي كان بيدافع عن شعار النادي في يوم من الايام ومرتدي قميص النادي الاهلي افضل فريق في افريقيا، بعبع افريقيا وزعيمها الاوحد بالتاريخ والبطولات والارقام والاحصائيات، وليس بالتهويل ولا بالتفخيم علشان انا مشجع للنادي الاهلي. كل جمهور الترجي التونسي يعلم هذا الكلام جيدا. خلاص كلها ساعات ويصل القاهره، وزي ما قلت لك الصوره اللي انتم شايفينها امام حضراتكم دي صوره حصريه. ذهب الى المجر على نفس طريقه انتقاله لفرنسا، واللي حلف واللي اصر ان هو استحاله يرجع وايده فاضيه، اصر ان هو يفاجئ كل جمهور النادي الاهلي نجم فريق بريست الفرنسي ونجم الوداد المغربي السابق ونجم منتخب اسود الاطلس اللي بالمناسبه ضم وليد الركراكي في قائمه منتخب المغرب القادمه. وانا اتوقع ان صفقه برمضان وانضمامه للنادي الاهلي هتشهد ضجه اعلاميه تونسيه مصريه لم يشهدها التاريخ من قبل. انتقال رضا عبد العال من الزمالك للاهلي مش هتيجي حاجه جنبها. انتقال كهربا من الزمالك للاهلي عن طريق كوبري او خلافه، وكذلك امام عاشور وميتلاند الدنماركي ما هو في الاساس كان في الزمالك، كل هذه الصفقات مش هتيجي حاجه جنب صفقه انتقال بن رمضان للنادي الاهلي. ده جمهور الترجي التونسي مستني ومنتظر الصدمه، وانا كمشجع للنادي الاهلي مستني علشان اشوف رد فعل جمهور الترجي التونسي هيبقى شكله عامل ازاي. علشان كده عايزك كمشجع للنادي الاهلي والترجي التونسي تظبط ساعتك. النادي الاهلي خلال دقائق او ساعات قليله خلاص طياره امير توفيق وبصحبته محمد علي بن رمضان على وصول، والنادي الاهلي هيصبح بيمتلك تشكيل مرعب. ولكن ما ننكرش ان النادي الاهلي في اشد الحاجه للتعاقد مع مهاجم سوبر مع وسام ابو علي. كلها دقايق وبرمضان يوصل للتتش بنجاح. سلام.